اهلا بيكم في فيديو جديد في سر الطبخه مع هبه سعد. زي ما انتم شايفين احنا هنجرب كيك جديد اسمه سيلا بيكسب فلوس كتير، ويلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده العلبه المفروض ان هي كده بيقولوا ان احنا ممكن نكسب 200 و100 و50 و20 و10، فاحنا لا، خلينا نجرب ونشوف احنا ممكن نكسب مع بعض قد ايه. احنا قبل كده جربنا كيكات كتير، وجربنا البان، وجربنا حاجات مع بعض وبسكوتات وكسبنا فلوس كتير. فيا رب المرة دي كمان نكسب مع بعض فلوس اكتر، وانتوا كمان تستمتعوا معايا في الفيديو، وانا كمان استمتع معاكم بتقديمي ليكم للفيديو. يا رب بس يكون فيديوهاتي بتعجبكم. ويلا بقى نبدأ نفتح. وزي ما انتم شايفين كده حاولت ان انا اظبطهم كده ونظبط ونجرب مع بعض احنا هنكسب قد ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا بقى معايا ان احنا نكسب كده شوية فلوس محترمين، او نلم حتى تمن العلبة دي انا جايباها ب50 جنيه، يعني في ناس بيبيعوها ب50 وفي ناس بيبيعوها ب60، فانتوا حظكم. يا خسارة اول مرة، اول واحدة احنا مكسبناش مع بعض فيها حاجة. بس خلينا نجرب بقى طعمها ونشوف بقى ايه الطعم عامل ازاي. انا اول مرة اجيبه بصراحة، طعمها حلو مش بطال، يعني مش خسارة فيها كمان الفلوس. نقفلها بقى كده علشان الكيك ما ينشفش معانا. يلا نجرب تاني واحدة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كده ان شاء الله ممكن نكسب فيها حاجة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. هي على فكرة هي محكمة الغلق، يعني صعب شوية ان احنا واحنا بنفتحها. كسبنا. كسبنا دي كام؟ 10 جنيه. طب يلا دي حاجة مبشرة الحمد لله. يلا نفتحها مع بعض كده. بجد انا مبسوطة جدا ان احنا بدأنا الفلوس كده تهل علينا والمكسب يهل علينا، وبدأنا ان احنا نكسب من العلبة. حقيقي يا جماعة الموضوع دوت ممتع بجد، يعني مش عارفة هو الهدف منه اني انا مش اني انا احس بالموضوع كده ان انا اكسب حاجة كده مختلفة، ان انا اشتري حاجة والاقي فيها فلوس. دي بجد حلوة قوي الفكرة، وصاحب الفكرة يعني دعاية ممتعة ليه بجد. صاحب الفكرة يعني يحترم عليها. نفتح تالت واحدة كده. مفيش. مش مشكلة، نشوف بقى اللي بعده. خلينا كده ان شاء الله هنكسب فيها حاجة. ممكن نكسب 200، مكسبناش ولا ربع جنيه. نجرب اللي بعدها. شوف كده. بجد يا جماعة المفروض يعني كده حاولوا كده لو في مثلا افكار جديدة للطبخ، حاجة معينة عايزيننا نطبخها مع بعض. دي كمان مش مفيهاش، يعني حاجة معينة عايزين نطبخها مع بعض ممكن تبعتولي في التعليقات. في نوع بسكوت او كيك او لبان او اي حاجة بقى نازلة السوق ممكن برضو ابعتولي ونجربها مع بعض. دي كمان كسبنا فيها 5 جنيه. واضحة خالص. ادينا اهو لحد دلوقتي كسبنا 15 جنيه. اما نشوف بقى احنا هنعمل ايه، هنكسب ايه تاني ان شاء الله. لسه في كام واحدة كده ممكن نكسب يعني شوية حلوين مع بعض. بس على فكرة يا جماعة يعني الملفت ان الكيك حجمه صغير. ده الحجم كويس جدا ومناسب بالنسبة لسعره، لان الواحدة ب5 جنيه. وكمان طعمها مش بطال، يعني بجد طعمها مش وحش خالص. بس احيانا في الكيكات دي بتقعد مثلا عند البقالين مده كبيره، مثلا بيكونوا جايبين مده فبتقعد، فممكن تنشف شويه. لاني قبل كده انا جبته وكانت في كام يعني علبه قبل كده، وكان الكيك بتاعها ناشف، فاعتقد ان هي كانت مركونه عندهم كتير. ما كانتش منتهيه الصلاحيه، بس كانت ناشفه. دي مفيهاش كمان. يلا فاضل 4 وحدات ان شاء الله نكسب فيهم حاجه. بس كسبنا 15 جنيه، يعني يعتبر العلبه دي واقفه عليا 35 جنيه يعني. وكلت وفي 12 باكو، يعني حلوين قوي يعني. اعتقد ان الدنيا كده تمام، يعني انا مبسوطه برضو مش زعلانه.
لان انا قبل كده برضو في علب تانية انا كسبت كتير، كسبت 200 وكسبت 300 وكسبت مثلا 50. في علب انا كسبت منها مبلغ حلو. دي برضو فيش. دي طعم الفراولة، فانيلا فراولة. شوف الاتنين التانيين ربما بقى نكسب حاجة كده. مفيش يعني ان شاء الله يعني. دي بصي دي انا ماسكاها حاساها يعني الكيك بتاعها ناشف شويه، مع ان الباقي ما كانش ناشف كده، يعني في واحدتين ثلاثه كده تحس ان الكيك فيها ناشف. فانا مش عارفه ده سوء تخزين ولا سوء تعبئه مصنع ولا ايه بالظبط. دي كمان ناشفه. كسبناش، كسبنا 15 جنيه الحمد لله. المهم ان انا يعني بستمتع قوي بالفيديوهات اللي من النوع دي وبحبها جدا. كسبنا 15 جنيه. العلبة كده تعتبر ب35 جنيه معايا، يعني كويسة جدا. وبرضو انا فرحت وفرحت اللي معايا وفرحت ولاد اختي، فرحت اخواتي، وقعدنا كده كوباية شاي واكلناها مع بعض. فبجد جربوا معايا، لو حابين تجربوها جربوها، لو مش حابين خلاص. بس اديكم بقى نتفرج مع بعض فيها. زي ما انتم شايفين بجد بجد انا استمتعت بالفيديو ده، واستمتعت بالمكسب البسيط اللي انا كسبته ومبسوطه بيه. ويا رب انتوا كمان بتكونوا بتحبوا فيديوهاتي وبتحبوا الوصفات بتاعتي في الاكلات، وبتحبوا كمان التسليه اللي احنا بنعملها مع بعض من وقت للتاني، ان احنا نجرب مع بعض انواع مختلفه من الكيكات والبسكوتات. فانتوا لو في حاجه معينه عايزين تبعتوها لي، ابعتوها لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول.